حالة زي دي تعمل ايه فيها؟ تكمل صعود ولا هتكمل هبوط؟ احنا نمشي بنظرية الاحتمال الاكبر. اول حاجة هتعملها تطلع على الفريم الاكبر من الفريم اللي انت عليه. ادي منظر التحليل بتاعنا. كان عندي الاتجاه العام كان صاعد اهو، هو دلوقتي في مرحلة هبوط، فاذا الترجيح الاكبر ان انا في اتجاه هابط. وبرده لو طلعنا على الفريم الاكبر من ده شوية، القناة السعرية صاعدة اهي. بعد كده القناة السعرية اللي صاعدة عندي دي هي كانت طالعة على شكل زجزاج، طالع وهابط وبعد كده طالع. اذا عندنا مرحلة او دور الهابط، فالاحتمال الاكبر في الحالة دي هيكون هبوط. يبقى انا عندي 3 مناطق هتكلم على اساسهم. المنطقه الاولى ان يكون المنظر اللي حصل عندي ده حصل فوق هنا، وفي الحاله دي الافضل انك ما تشتريش لان الاحتمال الاكبر انه هيهبط، او في مرحله في المنتصف وبرضه هيكون الاحتمال الاكبر الهبوط، او في مرحله سفليه زي المنطقه دي كده، وهنا في الحاله دي هيكون الاحتمال الاكبر يحصل صعود لان الاتجاه العام عندي صاعد. لو مشتري اسهم قلقان منها اكتب لي اساميها في كومنت وهنزلك التحليل بتاعها كامل في الفيديو الجاي.